النهارده قررت يا جماعه ان انا هعمل الاكله الرسميه والغدا الرسمي لينا واحنا صغيرين، وهي تبان اكله سهله وبسيطه ولكن بتركات صغيره كده هقول لكم عليها هتودي طعمها في حته تانية خالص. انا كان عندي فرخه صغننه كده، ابتديت ان انا اشوحها في حته سمنه بلدي يا جماعه، معاها بقى بصلايه وطماطمايه وشويه حاجات كده هكتب لكم تفاصيلها تحت الفيديو. وبعدين لما اتشوحت كويس جدا ابتديت ان انا ازود الميه السخنه، وزي ما انتم شايفين عشان شوحت الفراخ كويس جدا مفيش اي ريم ظهر ولا اي حاجه، والشوربه رايقه وزي الفل. ونيجي بقى لحبيبه قلبي وحبيبه قلب ناس كتيره قوي، وهي الملوخيه. حته سمنه بلدي كده حلوه، والسمنه دي برعايه ماما عشان هي اللي بتبعتها لي. عليها بقى فص ثوم صغير وكمان طماطمايه صغيره مبشوره بتشويحتين، وبعدين ننزل بكبشه الشوربه. وانا هنا طبعا بستخدم الملوخيه المجمده عشان انا ماليش خلق، بس لو عندكم خلق اعملوها العاديه. نرجع للمهم يا جماعه، انا بحاول اظبط قوامها على حسب هي محتاجه ايه، مش هزود الشوربه الاول، لا حطوا الملوخيه وبعدين الشوربه. واكيد مش محتاجين نكلمكم عن الطشه. نرجع بقى للفراخ بعد ما